السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابنا الغاليين، طلاب الصف الثاني الثانوي في المراجعة النهائية لمادة التاريخ. بص يا صديقي كده عشان نتكلم مع بعض بصراحة. أنا عارف إن معظم الناس ما كانتش ماسكة تاريخ من الأول ومراجعاه أو مذاكراه من الأول، وخصوصا بتوع علم. تمام. فانا جاي لك في الفيديو ده هنمشي مع بعض بسيستم عايزك تركز فيه، علشان ان شاء الله باذن الله بعد انتهائك من الفيديو ده تقدر تقفل ماده التاريخ بسهوله جدا حتى لو ما خدتش درس. طيب السيستم بايه يا مستر؟ طيب السيستم بيقول ايه يا مستر؟ بيقول ان احنا لازم نلعب على دماغ وضع الامتحان. طيب وضع الامتحان لما يجي يحط امتحانك هيشتغل ازاي؟ فاحنا بقى هنمسك المواضع ديت ونفسرها مع بعض. مش هسيبك عاوز حاجة في مادة التاريخ غير لما تعرفها بإذن الله. فاحنا هنبدأ مع بعض بحل التقييمات الوزارية من على الموقع الوزارة. هننزل التقييمات هنسقها لك كده واحلها، وبعد ما اخلص التقييمات الوزارية هدخل على كتاب المدرسة بقى، برنس كتاب المدرسة، وهنحل النماذج الاسترشادية بتاعت كتاب المدرسة. يبقى انت كده غطيت التقييمات وغطيت كتاب المدرسة معانا. وبعد ما نمسك النماذج الاسترشادية ونحلها هنعمل ليك مراجعة مبسطة على كل درس بأهم الأسئلة. طيب عايزك تركز معايا كده وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما تنساش تطلب في الكومنتات هديتك. ايه هي هديتك يا مستر؟ هديتك هو ان انا عملت لك التقييمات او المراجعه النهائيه بالصوره الجميله اللي انت شايفها دي. الصوره اللي قدام حضرتك ديت النماذج متجاوب عليها، فانت ما تنساش تطلب مني المذكره وانا هبعتها لك PDF. بص قدامك جميع التقييمات متجاوبه زي ما قدامك كده ومتفسره. ليه متفسره؟ عشان انت بقى كده لو ما فهمتش من الفيديو او حصل لك اي مشكله من المشاكل هتقعد يا باشا تجيب التقييم كده وتشوف احنا ليه اختيارنا الكلمه ديت، والاجابه مفصله قدام حضرتك اهي. فما تنساش تطلب هديتك في الكومنتات وانا هبعت لكل واحد المذكره دي محلوله. اتمنى انك ما تنسانيش بدعوه حلوه، ويلا نبطل كلام كتير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض ونقول الخلاصه في الكراسه. بقى يا صديقي هنبدا مع بعض بص بقى يا صديقي نبدأ مع بعض تقييم الأسبوع الأولاني، وعايزك تمشي معايا على الخط علشان نقدر نلم كل التقييمات في الفيديو ده وما تزهقش، ووقت الفيديو يكون قليل علشان أنا عايز أحافظ على وقتك أكتر منك. احنا دلوقتي هنتفق مع بعض اتفاق. طالما انت كده كده هتاخد المذكرة، فأنا أحل معاك التقييمات. العوامل الاختياري دي هنحلها وهنفسرها في السريع، لكن الأسئلة المقالي دي فانا هحاول اجيبها لك من الملف اللي انا مجهزه المحلول، علشان تقدر تسرع بقى، تبطأ، تثبت الصورة وتنقل الاسئلة تبص عليها علشان ننجز دنيتنا. فيلا كده بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اول تقييم. والسؤال الاولاني بيقول: بتحليل العوامل التي دفعت المصريين لمساعدة المسلمين ضد الرومان، عايز نجد انها تظهر في هل في تفضيل الروم للجاليات الاجنبيه؟ اقول له لا، الروم ما كانوش بيفضلوا الجاليات الاجنبيه وكانوا عاملين لنفسهم طبقه عليا والباقي دون عن الروم او في الطبقات الدنيا. طيب تعالى لي بعد كده اهمال شؤون البلاد الداخليه، هقول له لا، هم مش اهملوا شؤون البلاد، هم اهتموا بيه عشان ياخدوا القمح والغلال من عندنا. الاستئثار بالحكم دون المصريين، هم استأثروا بالحكم دون المصريين. فانت حضرتك عندك اضطهاد الروم للعقائد او الاستئثار. نرجع ليها تاني كده، ضد الروم. ايه اللي خلى المصريين يساعدوا المسلمين ضد الروم؟ تقول عشان الروم دول كانوا مضطهدينهم دينيا. واحد يقول لي يا استاذ ده الروم مسيحيين، اقول له ما انا عارف، بس مسيحيين كاثوليكيين، ولكن الناس او المسيحيين اللي كانوا موجودين في مصر كانت من طائفة الارثوذكس، وكانوا دائما ما يقوموا بتعذيبهم وما يقوموا ان هم يضيقوا عليهم شؤون حياتهم. السؤال بعد كده بيقول لي: الحصار، التفاوض، الخداع، استخدمت كل هذه المراحل فين يا مستر؟ اقول له والله ده كله استخدمناه في حصن بابليون. عملنا حصار وحاصرناه واتفاوضنا عليه مع عبادة بن الصامت، وحصل خداع لما المسلمين تصوروا الحصن واستخدام للقوة، يبقى ده في حصن بابليون. السؤال اللي بعد كده واللي جاءت اولى المحاولات المسلمين في الاسلام عن طريق، ايه هي اول محاولة للمسلمين لدخول مصر الى الاسلام؟ اقول له اول محاولة كانت دعوة الحاكم. دعوة الحاكم ازاي يا مستر؟ او لما الرسول صلى الله عليه وسلم قام بدعوة المقوقس الى ان هو يعتنق الدين الاسلامي ورفض المقوقس. طب السؤال اللي بعد كده رقم 4 بيقول لك: فكرة مصر، فتح مصر لم تكن وليدة الصدفة. تقول له ليه لم تكن وليدة الصدفة يا مستر؟ قال لي لأن الفكرة تعود إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده سيدنا عمرو بن العاص فضل يلح على سيدنا عمر إنه يفتحها.
علشان كده فلم تكن وليدة الصدفة. طيب ايه هي وتعددت عوامل الفتح الاسلامي يا مستر؟ حدد العوامل الحربية والعسكرية. قول له من اجل ايه العوامل الحربية؟ قول له من اجل حماية الدولة الاسلامية من هجمات الروم. طب اللي عايز يكتب السؤالين دول يلا كده هسيبك معايا مجرد ثانية واحدة تبص عليهم ونرجع تاني نكمل اهم. السؤال رقم 4، فكرة مصر لم تكن وليدة وتعدد العوامل الفتح الإسلامي. نرجع بطل لمذكرتنا على طول ونخش على المجموعة الثانية. لما يقول لي فيها ايه؟ بيقول لي الحصار والتفاوض والخداع استخدم واظهار القوة، كل دي استخدم، ما لسه مجاوبينها فوق اهو في حصن بابليون. يبقى استخدم لفتح اقوى حصون الرومان بمصر، لان بابليون هو اقوى الحصون بتاعة الرومان في مصر. جاء بمقولة عمرو بن العاص بمؤتمر الجابية: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم، ومصر أكثر الأرض أموالا وأعجزها عن القتال. يبقى أهلها ما بيحاربوش، ما بيحبوش يقاتلوا، وهي أكثر الأرض أموالا يعني أرض غنية. تدل هذه العبارة على إيه؟ اوعى تقول لي على كراهيه المصريين لحكم الرومان، مالهاش دعوه خالص. امال العباره اللي قدام سعادتك دي بتدل على ان الاحوال بتاعت المسلمين كانت منهاره. فالاجابه هنا اقول له انهيار احوال مصر العسكريه. ليه؟ لان اعجزها عن القتال، مش خطوره مصر على بيت المقدس ولا ارتباطها بالعرب. رقم 3، ارتبط فتح المسلمين لمصر بوصول جيش المسلمين الى ايه؟ اقول له على طول وصول جيش المسلمين الى الاندلس وافريقيا. ليه يا مستر الاندلس وافريقيا؟ اقول لك علشان الاندلس وافريقيا كانوا في قاره افريقيا الافريقيه اللي هي تونس في غرب افريقيا، والاندلس في اسبانيا. فلولا فتح مصر ما كانش المسلمين قدروا يوصلوا للاندلس ولا يوصلوا لافريقيا. يبقى اذا فتح مصر هو كان بداية فتح قارة أفريقيا، ومن بعدها فتح الأندلس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حدد أوضاع مصر السياسية واتجاهات المسلمين. أرد أقول له هنا بقى في علاقة بينهما علاقة ارتباطية. طب ارتباطية ليه يا مستر؟ هتقول علشان الفساد الإداري والاضطهاد الروماني اضعف الحكم القائم في مصر، فخلى المسلمين يدركوا ان هو ده الوقت المناسب انك انت تدخل وتفتح مصر، فقرروا يدخلوا فتحها. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لعبت الطبيعه الجغرافيه دور في دخول بلبيس؟ صح، لان المسلمين كانوا شاطرين في حروب الصحراء، ما كانوش عندهم خبره بالحروب البحريه. فلذلك سيدنا عمرو بدل ما ياخد بعضه كده ويتجه من بعد ما فتح ودخل العريش يتجه عبر البحر بالطريقه اللي قدام سعادتك دي، فقرر ان هو ينزل لتحت هنا كده في الصحراء ويدخل من هنا كده ويجي على حصن بابليون، وبعد كده يروح على العاصمه اللي هي مدينه اسكندريه. يبقى اتخذ طريق الصحراء. طيب اللي عايز يكتب يا مستر تعالى يا صديقي، انا مش هبخل عليك بحاجه. السؤال رقم 3 والسؤال رقم 4 قدام سعادتك اهم. حدد العلاقه ولعبه الطبيعه الجغرافيه، ممكن حضرتك تمسكهم وتكتبهم. فيلا نرجع تاني ونخش على المجموعة الثالثة اللي بتقول بسم الله أصبح فتح مصر تاني، أصبح فتح مصر ضرورية حتمية لدى المسلمين. متجاوبة لك يا مستر، متجاوبة لك ليه؟ إن بعد فتح الشام خلاص، لما فتحنا الشام سيدنا عمرو بن العاص دخل بيت المقدس، فهو مش قدامه غير إنه يتجه لمصر. ليه؟ عشان يؤمن الفتح اللي دخله من هجمات الروم، وعلشان يؤمن شبه الجزيرة العربية برضه من هجمات الروم. السؤال اللي بعد كده أيا من المواقف الآتية تجلى فيها مبدأ المساواة اللي أقره الإسلام؟ ترد تقول مساواة أقره الإسلام مش الجانب الصحراوي ده حربي، ومش تأمين بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية خالص. أمال إيه؟ التفاوض مع حاكم مصر اللي هو حاكم المقوقس. يبقى هو تجلى ظهر فيها مبدأ المساواة الذي أقره الإسلام من خلال التفاوض مع حاكم مصر اللي هو المقوقس. ليه؟ لأن في الفترة دي حاكم مصر اللي هو المقوقس مرضاش يتفاوض مع عبادة بن الصامت، فاكرين؟ بسبب طوله الشديد، وبسبب ايه تاني؟ شدة سواده، فخاف وقال هاتولي اي حد تاني اتفاوض معاه. لكن المسلمين رفضوا وقالوا انه افضلنا. انه افضلنا هنا يعني ايه؟ يعني المساواة. طيب يلا نكمل كده ونروح للسؤال رقم 3 اللي بيقول طريقة فتح القائد عمرو بن العاص للعريش يعد دليلا على ايه؟ هو فتح العريش ازاي؟ سلما ولا حربا؟ ردد معايا يا واد كده وخليك مركز. فتحها سلما. فلما فتحها سلما ده يعد دليل على ايه؟ هتروح على طول جري وتاخد الاجابه ضعف السيطره الرومانيه على البلاد. ليه؟ ما هو لو الرومان مسيطرين ما كانوش دخلوا سيدنا عمرو المدينه وكان حصل قتال شديد، ولكن هو دخلها باريحيه. طيب يلا هنروح على ايد العباره. لعب المدد اللي ارسله الخليفه عمرو بن العاص
آسف، الخليفة عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص درهم في فتح مصر. الإجابة أقول له صح. ليه؟ لما أرسل له، لو أنت فاكر، 4000 مقاتل، وقال له ال4000 مقاتل دول قد بعثت إليك 4000 رجل، على كل 1000 منهم رجلا يعدل الألف، اللي هو قصده مين بقى؟ الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو. يبقى إذن يبقى الإجابة هنا في المتناول. السؤال بعد كده بيقول لي أسباب جاء فتح مصر للمسلمين لاسباب دفاعيه. اقول له من اجل تامين، احنا لسه قايلينها واحنا بنشرح الاخطر، تامين الفتوحات الاسلاميه. طيب بقول لك على حاجه، تعالى جيبهم كده واعمل سكرين وحل براحتك علشان ننجز في الحل. السؤال رقم 4 قدام سعادتك، والسؤال رقم 5 برضو. خد بعضك وارجع تاني كده بسرعه، ونروح يا برنس على التقييم الاسبوعي رقم 2 او تقييم الاسبوع الثاني. بيقول يا مستر السؤال: تشابهت الدوله الاسلاميه في عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي، سواء في الخلفاء الراشدين والأموي في الاعتماد على مين في إدارة شؤون البلاد؟ إيدك تروح جري على العرب وتختارها. أمال الفرس والترك يا مستر في العصر العباسي؟ أمال البربر؟ ما كانوش موجودين في مصر في الفترة ديت. البربر دول موجودين في غرب قارة أفريقيا عند الجزائر وتونس والمغرب. السؤال بعد كده بيقول: بناء مدينة الفسطاط موضعها يعود إلى، يعني ليه بنوا مدينة الفسطاط في الحتة اللي جوه هنا دي؟ ليه ما بنوهاش على البحر كده ولا كده؟ اقول لك علشان موقعها الجغرافي جوه، عشان يديها تأمين. السؤال بعد كده: أصبحت مصر جزءا من الدولة الإسلامية وتخضع لعاصمة الخلافة بالمدينة في أعقاب إيه يا مستر؟ في أعقاب صلح الإسكندرية. ليه؟ لأنه الإسكندرية كانت عاصمة لمصر، ولم تسقط مصر إلا بعد فتح الإسكندرية وصلح الإسكندرية. يبقى إذن مصر ساعتها تصبح جزءا من العالم الإسلامي. ليه أسس عمرو بن العاص مدينة الفسطاط؟ أقول له: لتكون عاصمة لمصر بدلا من الإسكندرية. يبقى عشان ياخدها عاصمة لمصر. لم يكن عبد العزيز بن مروان حاكم سياسي فقط؟ اقول له لم يكن حاكم سياسي. امال كان ايه؟ كان راجل مصلح، وكان ايه؟ كان راجل مطور، وكان ايه؟ كان راجل فقيه. اقول لك على حاجه، يلا جيبهم لك عشان تكتبهم بالتفصيل وبالروقان وتاخدها سكرين. تقييمات الاسبوع الثاني: ادي السؤال رقم 4 بتاع مدينه الفسطاط، وادي السؤال رقم 5. ويا اخي لو انت بتستفاد مني ما تنساش كده تدعي لي بدعوه وانت بتشوف الفيديو ده. خد بعضك وارجع تاني للتقييم المجموعة الثانية. والسؤال بيقول: استمر حصار المسلمين للإسكندرية 14 شهر، يعد دليلا على ايه؟ هتقول لي دليلا على رغبة المسلمين في دخولها صلحا. يبقى المسلمين كانوا عايزين يدخلوها بالصلح. فعلشان كده حصار الإسكندرية استمر 14 شهر. طيب السؤال اللي بعده: اتسم يلا عبد العزيز بالعدل والحكمة. طيب أي من أعماله الآتية تدل على العدل والحكمة؟ اكيد مش اقامة قنطرة على خليج امير المؤمنين، طيب ولا تعمير مدينة حلوان، فين العدل هنا؟ ولا حفر قناة تراجان. امال يا مستر؟ هقول له: بناء مقياس النيل. ليه؟ مقياس النيل دول كانوا بيبنوه وهو عبارة عن صخرة كده مرقمة بارقام علشان يعرفوا بيها المية بتوصل فين، ولو المية زادت هيفرضوا ضرائب، طب لو المية قلت هيقللوا من الضرائب. السؤال اللي بعد كده بيقول: ذكر البطريرك بنيامين بعد الفتح الاسلامي: لقد وجدت في بلادي امنا بعد خوف. يستدل من تلك العبارة على ايه؟ الراجل بيقول: انا لقيت في بلادي اللي هي مصر امان بعد الخوف. على طول هتقولي لان المسلمين حققوا له مبدأ اسمه التعايش السلمي، مش مبدأ سيادة، ولا اخضعوهم ولا استغلوا ثرواتهم. والسؤال المقال اللي بعد كده بيقول: ارتبط عصر عبد العزيز بن مروان بازدهار اوضاع مصر المختلفة. اقول له: يا مستر عبارة صحيح. ليه؟ علشان العهد ده حصل فيه استقرار سياسي، دي اول حاجة ممكن تكتبها، وحصل فيه ازدهار عمراني. طيب السؤال اللي بعده: ضعف الخلفاء العباسيين على اوضاع مصر، الاثر الناتج لما الخليفة كان ضعيف. او لظهور الدويلات المستقلة مثل كذا وكذا وكذا، زي الاخشيدية، زي الطولونية. ولا اقول لك على حاجة انت وهي، تعال بص على الحتة دي. السؤال بيقول: الرقم 4 اهو اجابته كاملة مكملة بالتفسير، ورقم 5 اجابته معاك بتفسير. ارجع تاني لمذاكرتنا اللذيذ. والمجموعة الثالثة: ارتبط انشاء عمرو بن العاص لمدينة الفسطاط بتحقيق اغراض ايه؟ يا ولا هتقول لي اغراض سياسية، اقول لك ماشي. عسكرية، اقول لك ماشي ماشي، يبقى سياسية وعسكرية. اقتصادية؟ لا. علمية وسياسية؟ ما كانش في دماغه العلم لسه. الاقتصادية والعلمية؟ لا، هو عايزها تكون عاصمة، صح؟ برافو عليك.
وعايزها تكون مقرا للجيوش الإسلامية، يبقى السبب في ذلك سياسيا عسكريا. السؤال اللي بعد: جاء بشروط صلح الإسكندرية. الصلح بيقول: يبقى في أيدي المسلمين 150 جنديا روميا و50 مدنيا. ليه عمرو بن العاص حرص على هذا النص؟ هتقول عشان هو عايز ان الصلح يتنفذ. طب ايه اللي مش هيخليهم ينفذوه؟ الغدر يا باشا، خوفه من غدر الروم، ولذلك عمل كده. السؤال اللي بعده بيقول: ايا من الآتي قام به عمرو بن العاص وتم إخلاء أحياء المشاريع الرومانية بمصر؟ أقول له إخلاء أحياء مشاريع الرومانية في مصر، أو قام من خلاله بإحياء المشاريع الرومانية في مشروع قديم اسمه قناة تراجان. قناة تراجان دي وهي قناة كانت تربط بين نهر النيل وكانت تربط بين البحر الأحمر، اللي كانوا بيسموها زمان قناة سيسوستريس لو أنت فاكر في سنة أولى. فراح جاي هو أعاد حفرها وراح جاي مسميها حفر خليج أمير المؤمنين. يبقى هي دي الإجابة الصح. الأسئلة المقالي يقول لك: كانت مصر سلة الخبز؟ رد على طول وتقول لي أيوه. ليه؟ علشان كان ليها دور في استغاثة الخليفة عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص، وخصوصا في عام الرمادة. عام الرمادة لو فكرك بيه، لما سيدنا عمر بن الخطاب أرسل لسيدنا عمرو خطاب طويل بيقول له ان احنا هنموت هنا وجعانين وانت واهلك شبعانين في مصر، فرد عليه سيدنا عمرو قال له ايه؟ قد بعثت اليك بعيرا اولها عندك واخرها عندي. يبقى دي هتكتب عام الرمادة. طيب المسلمين اعادوا تقسيم مصر اداريا. العبارة صحيحة، اعادوا تقسيم مصر الى قسمين كبيرين، اللي هي مصر العليا اللي هي الصعيد، وايه تاني يا مستر؟ ومصر السفلى اللي هي الوجه الايه؟ البحري. طب اقول لك على حاجة، تعال اكتبهم بالتفصيل. ادي السؤال رقم 4 وادي السؤال رقم 5. ويلا بينا نرجع للملف الجميل بتاعنا، ناخد بعضنا ونروح على تقييمات الاسبوع الثالث. بيقول: وجه الشبه بين احمد بن طولون ومحمد بن طرج الاخشيدي. ايه يا مستر، هو في شبه بينهم؟ تعال اما اقول لك. اولا هما الاثنين استقلال عن الدولة العباسية، كان الاستقلال استقلال سوري، وكانوا تابعين للدولة العباسية برضو، يبقى لم يكن استقلالا تماما. امال هما الاثنين يكمن في ايه وجه الشبه؟ قدروا ان هما يوطدوا سلطتهم في مصر. ليه؟ كل واحد استغل مهارته السياسية والعسكرية ان هو يثبت اركان دولته. السؤال اللي بعد كده بيقول: مصائب قوم عند قوم فوائده. تنطبق هذه العبارة على أيا من الأحداث التالية للدولة الطولونية. طيب هل هي تنطبق على تولية أحمد بن طولون الحكم؟ أقول له لا، مفيش مصيبة هنا. تولية توطيد حكمه؟ برضه مفيش مصيبة. أمال المصيبة فين؟ المصيبة في موت يرجوخ التركي. ليه؟ لأنه لما مات أحمد بن طولون بقى أصبح هو الحاكم الفعلي والرسمي لمصر. إذا دي مصيبة الموت، وكانت فايدة لأحمد بن طولون. السؤال بيقول: بصير بأعقاب الأمور كأنما تخاطب في كل أمر عواقبه. أيا من حكام مصر في زمن الدولة المستقلة ينطبق عليه القول السابق؟ هتقول لي على طول أحمد بن طولون. أقول لك ليه يا ابني؟ هتقول لي علشان كان البيت اللي قدامك من الشعر ده بيصف بقى بعد نظره والقدرة على التخطيط، والصفات دي كلها كانت في أحمد بن طولون. ليه؟ لأنه تعامل مع الخلافة العباسية بحنكة وبذكاء. يبقى ده السؤال من الأسئلة الحلوة قوي اللي مفروض ناخدها ريلز. يبقى صاد كام؟ روح على المقالي اللي بيقول: أوضاع البيت الطولوني ونفوذه في بغداد. حدد العلاقة بينه. أقول له بص يا عم الحاج، هو العلاقة بين البيت الطولوني ونفوذ بغداد في مصر كانت علاقة عكسية. اشمعنى؟ ليه؟ لما استقرت أوضاع البيت الطولوني وقوي حكامه ضعفت الخلافة، والعكس صحيح، لما ضعف حكام البيت الطولوني قويت الخلافة. هجيبه لك دلوقتي تكتبه بالتفصيل عشان الوقت. سعى الولاة للانفراد بحكم مصر من عاصمة الخلافة. قول له ايوه يا مستر. ليه؟ هتقول له بسبب موقع مصر. الموقع وايه تاني غير الموقع؟ هقول له كان غير الموقع غنى مصر بالثروات. يبقى انا عندي حاجتين: موقع مصر الجغرافي وكمان غناها بالثروات. طيب يلا ونروح على المجموعة اللي بعد كده. لا 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 لا, لا. ايوه عايزك مصحصح معايا. تعالى الاول نجيب مع بعض السؤالين دول والحل بتاعهم اللي انت عاوز تكتبه. ننزل كده على تقييمات الاسبوع الثالث اهو يا برنس. ادي العلاقة
وادي الولاه ليه كانوا عايزين ينفردوا بحكم مصر. خد بعضك وروح على السؤال اللي بعد كده. بيقول العوامل الاستراتيجية. ايوه، انهي عوامل استراتيجية يا مستر؟ التي ادت الى تثبيت دعائم حكم احمد بن طولون. تثبيت دعائم يعني ايه؟ يعني تقوية حكم احمد بن طولون. ايه هي العوامل اللي ادت الى ان حكم احمد بن طولون يكون حكم قوي؟ بص كده، فقدان السيطرة على اطراف الدولة. انا ممكن اقوله لك خليه معاك دلوقتي، ممكن نحتاجه. الثورات المستمرة ضد العباسيين ما كانش ثورات مستمرة ضد العباسيين في هذه الفترة، لا. طب وضع مصر الاقتصادي والسياسي؟ وضع مصر الاقتصادي والسياسي من الحاجات المهمة اللي خليته يثبت، يعني يقوي دعائمه في مصر. السؤال اللي بعد كده بيقول ايا من حكام مصر في عصر الدويلات المستقلة او الدول المستقلة تصدى للهجمات من الحدود الغربية. الحدود الغربية اللي كان فيها الفاطميين يا ابني. هو مين اللي قاعد في الغرب؟ اكيد مش كافور الاخشيدي، اكيد مش محمد بن طغج ولا احمد بن طولون ولا خمراويه. لا يا باشا، خمراويه ما تصداش للفاطميين واحمد بن طولون ما تصداش للفاطميين. امال مين يا مستر اللي تصدى للفاطميين؟ اقول لك محمد بن طغج الاخشيدي هو الذي تصدى لهم. يبقى دي السؤال والاجابه بتاعتنا. قال بيقول تشابه الدوله الطولونيه، تمام، مع الدوله الاخشيديه في قيام نزاع. الكلمه دي كلمه نزاع بينهما وبين الدوله العباسيه. هو النزاع مستر قام بينهم وبين العباسيين؟ طب فين بالظبط؟ هقول لك قام هذا النزاع في شمال الشام. طب مستر اديني تفسير. اقول لك فاكر انت اقليم الثغور؟ اقول لك منطقة الثغور ديت اين كانت توجد؟ في شمال الشام، وهذه المنطقة كانت عمق استراتيجي لمصر وحماية لحدودها الشمالية. السؤال اللي بعد كده مقالي السياسة التي ادت الى تثبيت دعائم احمد بن طولون في الحكم. اقول له سبحان الله، ضعف الخلافة، يبقى الخلافة كانت ضعيفة. مش بس كده، وسياسة المصاهرة اللي احمد بن طولون كان بيعملها. المصاهرة اللي هو ايه؟ يعني علاقة النسب، بيكبك مرة يرجخ مرة، يبقى دي علاقة مصاهرة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي استنتج الاثر الناتج من تولي كافور وصاية على انوجر او على ابو القاسم انوجر. هتقولي ادى ذلك الى استقرار الدولة. ليه؟ لان كافور الاخشيدي حرص على بقاء ابو القاسم في الحكم، وحرص على الاخلاص له، وظل متمسكا بلقب الاستاذ ولم يأخذ لقب الاخشيد. وانت يا برنس اجابتك السؤال رقم 4 ورقم 5 الاجابة المفصلة ايه. نروح للمجموعة اللي بعد كده، المجموعة رقم 3. نستنتج من بقاء تبعية مصر، تمام، بقاء تبعية مصر السياسية للدولة العباسية طوال حكم الطولونيين وطوال حكم الاخشيديين انه جاء نتيجة لايه؟ اقول له فضلت مصر تابعة للدولة علشان المكانة الدينية للخليفة. مكان الخليفة يا ابني خليفة المسلمين، يبقى الناس فضلت محتفظة بولائها ليه بس عشان المكانة الدينية. انتهى عصر الولاة في مصر عندما زاد في البيت العباسي نفوذ مين؟ اقول لك على طول تروح تاخد نفوذ الترك. ليه؟ مين هم الترك؟ احمد ابن طولون. هو مش احمد ابن طولون لما زاد نفوذه استقل عن الدولة العباسية؟ اقول لك برافو عليك، يبقى لما زاد نفوذ الترك. الفترة من سقوط الدولة الطولونية حتى قيام الدولة الإخشيدية 3 عقود من الزمن. خلال العقود الثلاثة، تعالى بقى، مين حكم مصر خلال العقود الثلاثة دول؟ اقول لك على طول العباسيين. مستر اديني توضيح. هقول لك التوضيح لما رغم ان العباسيين بعد سقوط الدولة الطولونية رجعت مصر مرة اخرى للحكم العباسي المباشر، وبعد ذلك جه محمد بن طغج واخذها، وبعد محمد بن طغج فقدت الدولة العباسية سيطرتها وخدها الفاطميين. السؤال بيقول لك ما تقييمك، يعني ما رأيك في سياسة الدولة العباسية تجاه مصر قبل زواج قطر الندى؟ اقول له بص، الإجابة انه قبل زواج قطر الندى تحول من العداء الى الصداقة. طيب اذا يا مستر التحول من العداء للصداقة ايه؟ كانوا اعداء وكان خمروي بيضرب فيهم وهم بيضربوا في خمروي. بعد كده تحسنت العلاقة بسبب الزواج السياسي او المصاهرة السياسية. السؤال 5 بيقول ظهرت قدرات ومهارة محمد بن طغج العسكرية قبل توليه الحكم. مهاراته برزت؟ اقول له العبارة دي صحيحة. ليه؟ لما تصدى للفاطميين وتصدى لمين تاني؟ للناس الاعراب اللي هانك وهم كانوا بيهجموا على الحجاج. تعال نجيبها من هنا عشان تكتبها بالتفصيل يا بطل. سؤال رقم 4، ثبت الشاشة او ثبت الفيديو اكتب، وادي السؤال رقم 5.
نرجع مع بعض يا باشا لمذاكرتنا ونروح للتقييم اللي بعد كده. بطل الأبطال في تقييمات الأسبوع 4 بيقول لي إيه؟ أول المحاولات الفاطمية للسيطرة على مصر جاءت عندما كانت مصر، أقول له، تحت حكم مباشر من قبل الخليفة، والخليفة ده قاعد فين؟ في بغداد. يبقى وفقا لحكم مركزية بغداد، يعني حكم الخليفة اللي موجود في بغداد. طيب أولى المحاولات دي نهين، اللي فاكر لما تصدى محمد بن طغجي ليها ولمحاولات السيطرة على مصر. طب محمد بن طغجي ده كان امتى؟ كان أيام الخلافة العباسية. يخرج عن سياسة المعز لدين الله الفاطمي. المعز لدين الله الفاطمي الشيعي لا، أسس حكومة قوية فده مش ينفع، وأحدث تغيرات فده مش ينفع، وجعل مصر قلب العالم فده مش ينفع. امال اللي ينفع هو التصدي لهجمات الصليبيين، لان الفاطميين ما شفتهمش تصدوا للصليبيين. يدل نجاح جوهر الصقل في ضم مصر الفاطميه على قدرته ايه؟ هتقول لي على طول العسكريه والسياسيه. ليه؟ جيش قوي جه ودخل وضرب الاخشيديين وراح جاي ضم مصر لصالحه. طب خد بعدك وروح على السؤال المقالي. عوامل سهلت الفاطميين للسيطره على مصر؟ ضعف الدوله، وايه تاني؟ والتجهيزات العسكريه، وايه تالت؟ وقدرتهم وحنكتهم في التفاوض. السؤال اللي بعده بيقول وفاة محمد بن طغجي توجه الفاطميين للسيطرة على مصر ليه؟ هتقول لأن بعد وفاة كافور الإخشيدي أبو القاسم أنوجور كان صغير السن، وبدأ البيت الإخشيدي في التنازع، فلذلك جم وهجموه وخدوا مصر. طيب ما تيجي نجيبهم من الملف اللي أنت بتحبه وأنا متأكد إنك بتحبه. أدي بص كده، السؤال رقم 4 بإجابته والسؤال رقم 5 بإجابته. يلا بينا في المجموعة التانية. اللي على الرغم من استقرار الأمور لكافور الإخشيدي، ماشي يا حاج، إلا أن مصر كانت مطمع للفاطميين حيث عانت أواخر حكمه من انهيار اقتصادي على طول. ليه؟ لأن في الفترة دي مصر كانت اقتصادها قوي، فبعد وفاة كافور تنازع على مصر القادة وشهدت أزمة اقتصادية بعد انخفاض مرسوم أو انخفاض منسوب فيضان النيل، فجم وضربونا وخدوها. من خلال دراسة الدولة الطولونية والإخشيدية يتضح أن الأراضي المقدسة الإسلامية اللي بالحجاز كانت تخضع لسيطرة مباشرة لسيطرة مين؟ لسيطرة مصر السياسية. يبقى إذن الإخشيديين والفاطميين الأراضي المقدسة بتاعتهم في الحجاز بتخضع لمصر السياسية. طيب ليه يا مستر؟ هقول علشان في كل هذه العصور كان السيطرة على الحجاز بتدي للحاكم المصري شرعية دينية، ومن هنا بقى الحاكم المصري كان ليه مكانة مميزة في العالم. حرص جوهر الصقلي عند دخوله إلى مصر. طيب جوهر الصقلي لما جه يخش على مصر حرص على استرضاء الشعب المصري. اللي استرضى الشعب ازاي؟ ما استعنش بيهم في الحكم ولا رفع الضرائب عنهم، امال كل اللي عمله ان هو عدم رفع السلاح، ما رفعش عليهم سلاح وامنهم. السؤال اللي بعد كده، الاثر الناتج عن انتقال المعز دين الله الفاطمي لمصر. الاثر اللي اصبحت عاصمة الدولة الفاطمية، يعني مصر يا باشا خلاص اصبحت في الوقت بعد ما جوهر راحة او المعز عاصمة للدولة الفاطمية. السؤال اللي بعد كده، حكمت مصر ولاية فاطمية 3 سنوات او حكمت مصر كولاية فاطمية 3 سنين. ايه اهم الاعمال دي؟ تعال افكرك، 3 سنين دي امتى؟ قبل مجيء الخليفة المعز واثناء تواجد جوهر. طب جوهر عمل ايه؟ برافو عليك، بنى الجامع الازهر وبنى العاصمة. تعال نجيبها من هنا. ادي السؤال 4 وبعديه السؤال رقم 5. طب خد بعضك ونروح على المجموعة اللي بعد كده، المجموعة رقم 3 بتقول يرجع العامل الأساسي لاهتمام الفاطميين منذ اللحظة الأولى لقيام دولتهم بالسيطرة على مصر. ايه هو العامل الأساسي اللي خلاهم يسيطروا على مصر أو اهتمامهم بالسيطرة على مصر؟ هتقول قرب مصر من الشام والحجاز. هم جايين مصر عشان لو خدوها هيقدروا ياخدوا الشام وهيقدروا ياخدوا الحجاز. السؤال اللي بعد ذلك، نستدل من طريقة الفاطميين دخول مدينة الإسكندرية. دخلوا مدينة اسكندرية دون مقاومة. نستدل احنا بقى من كده ايه؟ مفيش احلى من الكلمة دي، ضعف وتدهور اوضاع مصر. هو لو كانت اوضاعها قوية كانت واجهوا، بس اوضاعها غير قوية عشان كده محدش واجههم. السؤال اللي بعده، اصبح معظم الحد الشرقي الدولة الفاطمية حدا بحريا نتيجة ايه؟ اقول لك ايه يا مستر؟ الحد كان حد بحري نتيجة مفاوضات الصلح بين المصريين وجوهر الصقلي. طيب انا مش فاهم، عايزك تفهم ان بص يا باشا، لما الفاطميين نجحوا
ان هم ياخدوا مصر، وبمجرد السيطرة عليها البحر الاحمر اصبح هو حد شرقي للبحر. يعني ايه مثلا؟ تعالى نرسم كده. هم جايين على مصر من هنا، من القيروان، دخلوا فاصبح هنا في بحر اهو. طب هنا ده الحد الشرقي، اصبح بالنسبة لهم بحر. طيب وامنها ليه؟ امنها من جهة الشرق من الهجمات اللي هتيجي لهم من هنا، فاصبح الحد البحري ده يؤمن الدولة الفاطمية. طيب تعالى لي اللي بعد كده. تعددت اعمال المعز لدين الله الفاطمي في مصر. اثبت لي صحة العبارة. هثبت لك. اعماله شملت ايه؟ التوسع العمراني، نشر التعليم والثقافة، تأمين حدود مصر من هجمات القرامطة. كل ده اعمال المعز لدين الله الفاطمي. سياسة جوهر وسياسة المعز تجاه المصريين، ما هو وجه الاختلاف؟ هتقول ان جوهر اكد على سياسة التهدئة، فقرر ان هو لما يخش يهدي المصريين. طيب مش بس كده، بينما كسب ود المصريين، بينما المعز السيرة بتاعته كانت بتقوم على التنظيم والإدارة. طب يلا كده تعالى بص معايا على السؤال ده اهو. فلما يجي هنا تعددت أعمال المعز، واللي بعد وجه الاختلاف بين سياسة جوهر. طب ما يلا بينا بقى ونروح مع بعض على التقييم رقم 5. حلو السؤال ده. يقول لك عدوي صديقي. ينطبق المثل ده على مين؟ على طول هتقول لي على المستنصر وأرسلان البساسيري. الخليفة المستنصر لما استطاع ان هو يستميل أرسلان البساسيري ويدعي له على منابر بغداد. طيب اصبح أرسلان البساسيري هنا هو عدو للسلطان او عدو للخليفة العباسي. فراح بقى المستنصر يا باشا واستمال أرسلان، فهو استمال عدوي صديقي. يبقى هو أرسلان أصبح عدو مين؟ أصبح عدو المستنصر، لأن أرسلان أصبح عدو الخليفة أصلا، فدي اسمها عدو صديقي. يبقى المنطلق على أرسلان البساسيري والمستنصر. يملك ولا يحكم. ينطبق هذا القول على الدولة الفاطمية اعتبارا من أن العنصر الحاكم حلو قوي ده ظهر بعصر الوزراء العظام. اللي هو إيه؟ إن الخليفة الفاطمي كان يملك لكن هو لا يتدخل في الحكم. طب هو كان بيملك ليه؟ عشان دي حاجة دينية عند الشيعة، ان هو لازم يكون الولي ولازم يملك اي الدولة يعني. وعلشان كده الدليل على ذلك ان الصراع كان بيكون بين الوزراء وليس بين الخلفاء. ليه؟ الوزراء كانوا يتنافسون على الحكم على طول. دلت محاولات عموري ملك بيت المقدس استعانة بالامبراطور البيزنطي اثناء محاولة استيلائه على مصر. ليه؟ تقول عشان خاطر اهمية موقع مصر بالنسبة للشام. هو عايز ياخد مصر عشان بالنسبة للشام مصر هي بوابة، وكذلك الشام هي بوابة لمصر، فلذلك أراد أن يأخذ مصر. السؤال بعد كده بيقول لي حدد علاقة صلاح الدين الأيوبي وعودة مصر لتبعية بغداد. مصر رجعت مرة أخرى، عادت لتبعية مدينة بغداد ان هو كنت تابعة ليها. أقول له علاقة تبعية، علاقة تغير المذاهب والسيادة. طب انت مش فاهم؟ تقول ان صلاح الدين نجح انه يسقط الخلافة الفاطمية الشيعية ويعيد الخطبة العباسية لاسم الخليفة السني اللي موجود في بغداد. فكذلك صلاح الدين استطاع ان هو يعود بمصر ولاية تابعة لبغداد مرة اخرى. طب السؤال بيقول استنتج الاثر الناتج عن هزيمه قوات نور الدين محمود لعموري ملك بيت المقدس في شمال مصر. اقول له الاجابه انه فشل المشروع الصليبي بعد ما احنا هزمناهم وهم كانوا جايين يستولوا على مصر. ففشل، فانسحب عموري مرة أخرى، واستطاع أسد الدين شيركو وصلاح الدين إن هم يحققوا انتصار عليه. طيب تعالى لي يا مستر، عايزين ديت كده مع بعض بالإجابة اللي أنا هكتبها إيه علشان وقت حضراتكم، عشان وقت الفيديو. أدي إجابتك يا باشا، السؤال رقم 4 والسؤال رقم 5. روح بعد كده على مذكرتنا ونروح على المجموعة الثانية اللي بتقول أول سؤال فيها: وصلت الدولة الفاطمية إلى جنوب أوروبا في عهد الحاكم بالله. تمام يا مستر. الذي أقيمت، أو في عهد الحاكم، آسف، الحاكم مين؟ الذي أقيمت له الخطبة على منابر بغداد. اللي هو مين؟ اللي هو المستنصر. مش أنت عندك عصر قوة؟ يا أخي أقوى عصر كان فيه هو عصر المستنصر. ليه؟ لأن استطاعت أن الدولة الفاطمية توصل إفريقيا، ماشي، وتوصل معها الشام، ماشي، وتوصل صقلية، وتوصل معاها الى يعني اليمن كمان. خد بالك، فاتسعت قوي في جنوب اوروبا. يبقى انا هاخد له صقليه. يخرج عن العوامل انهار الدوله الفاطميه في مصر. ايه بقى اللي مش من العوامل؟ اكيد قوه العباسيين، لان العباسيين كانوا ضعف. شخصيه الحاكم ده من العوامل، وتسلط الوزراء من العوامل، والتدخل الخارجي من العوامل. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: انتهى حلم عموري ملك بيت المقدس بالسيطره على مصر بعد هزيمه جيش وفشله، تمام كده، في
السيطرة على، أقول لك عاصمة البلاد، إن هو ما عرفش يدخل الفسطاط أو يستولي عليها، أو يستولي على القاهرة، فلذلك فشلت خطته. أيد صحة العبارة الآتية: يعد عصر الحاكم بأمر الله عصر متناقضات. حلو أوي السؤال ده. الحاكم بأمر الله، إن إحنا قلنا قراراته كانت متضاربة، فمرة تلاقيه يتميز بالشجاعة، ومرة تانية تلاقيه يتميز بالجبن، ومرة تانية الإقدام، ومرة تانية بالإحجام. يبقى إذا كان عصر المتناقضات. السؤال اللي بعده: استنتج الأثر الناتج عن ضعف الدولة الفاطمية بعد المستنصر بالله. الدولة الفاطمية ضعفت بعد عهد المستنصر بالله. ليه يا مستر؟ هتقول له بسبب ظهور الوزراء العظام، وتتكلم له بقى على الوزير شاور والوزير درغام. نجيبها منين يا حبيب قلب المستر؟ نجيبها من هنا اهو، انا كاتبها لك بالتفصيل، ممكن تكتبها ورايا. طيب، وما تنساش كل ما تستفيد استفادة مني تدعي لي دعوة حلوة كده. يبقى إذن الإجابة بتاعت 4 وإجابة السؤال 5. نرجع تاني لمذكرتنا اللذيذة ونقول المجموعة الثالثة في هذا النموذج. بدأت بدراسة عوامل انهيار الدولة الفاطمية، يعد العامل الرئيسي في انهيارها، ويرجع إلى، على طول هتروح تاخد الصراعات السياسية. العامل التي أدى إلى انهيار الدولة ديت الخناقات اللي كان بين الأمراء وبعضهم، أو الصراعات السياسية اللي كانت تحديدا بين الوزراء وبعضهم. وجه الشبه بين حكم المعز لدين الله والمستنصر بالله الفاطمي ظهر من خلال السياسة الخارجية بتاعتهم. ليه يا مستر؟ لأن هما الاثنين، المعز والمستنصر بالله، استطاعوا ان هم يوسعوا حدود دولتهم. يبقى هما الاثنين وسع حدود دولتهم. عادت مصر لمركزية الخلافة في عهد الطولونيين والإخشيديين. تمام. مصر رجعت مرة أخرى للخلافة في عهد الفاطميين والإخشيديين. طب هو بيقول لك بقى في عهد مين؟ هتقول له على طول في عهد صلاح الدين الأيوبي. ليه يا مستر؟ ليه؟ علشان كان أيام الطولونيين تبع للعباسيين والإخشيديين تبع للعباسيين. جه الفاطميين وخدوها من العباسيين وبقت دولة شيعية. مين اللي رجعها لهم تاني؟ صلاح الدين. سياسة العضد بالله ووضع مصر السياسة. أقول السياسة دي سياسة فاشلة ليه؟ لأن العضد كان ضعيف، صح؟ فانهارت الدولة في عهده، وتنازع على الوزارة شاور ودرغام. السؤال بعد كده: استنتج الأثر الناتج عن تولي حكم مصر بعد وفاة المعز لدين الله عدد من الحكام الأقوياء. هقول له استقرار الدولة أدى إلى وجود خلفاء أقوياء. زي مين مثلا؟ زي العزيز مثلا، وزي برضو الحاكم، وثبت الدولة وعمل حماية لحدودها، واستكمل النهضة العمرانية والثقافية يبقى إذن ده كله أثره بسبب الحكام الأقوياء. طب يلا يا مستر نجيبها مع بعض من المذكرة بتاعتنا اللي متجاوب عليها. أقول لك يا حبيب قلب المستر أهي السؤال رقم 4 والسؤال رقم 5. بسرعة وقف الفيديو أو خد سكرين أو اعمل أي حاجة واقلب على النموذج اللي بعد كده. والتقييم رقم 6 قلب المستر بيقول: لم يكن صلاح الدين الأيوبي عسكريا فقط، بل كان سياسيا بارعا. برافو عليك. في قدرته على توحيد الجبهة الإسلامية، إن صلاح الدين استطاع إن هو يوحد الجبهة الإسلامية، فالراجل ده سياسي بارع. طبعا نتائج الانتصار في حطين لا يا باشا. طيب انا هتكلم على توحيد الجبهه ازاي يا مستر؟ اقول الراجل ده مش استطاع ان هو يوحد مصر، وياخد معاها الشام وحدها، وتدين له الحجاز تحت رايته، وعمل جهود ان هو يلم الانقسامات اللي كان فيها الدوله العباسيه. يبقى اذا هذا الرجل قدرته على توحيد الجبهه. 2. السعادة أو أسباب الحروب الصليبية في الشرق مما دفع المجتمع الأوروبي المشاركة في الحروب. دفعت أقنان الأرض أقنان الأرض اللي هم العبيد يا عيال، ماشي، للمشاركة في الحملات. ايه اللي خلى العبيد يجوا لنا يا ولاد؟ العبيد على طول كانوا بيعانوا من الفقر، صح؟ وكانوا يعانوا من سوء الاوضاع الاجتماعيه في اوروبا. فجاءوا ليك ليه؟ عشان احوالهم المنهاره اجتماعيا لانهم عبيد، واقتصاديا لانهم فقراء. الدروس المستفاده من نتائج الحملة الصليبية الأولى: استخدام الخداع ولا الوحدة والانقسام ولا تحقيق العدالة. لا، تقول نستفيد إيه؟ إحنا اتهزمنا فيها علشان كان عندنا وحدة وعدم نستفيد منها الوحدة وعدم الانقسام. يعني إيه كلمة نستفيد منها؟ إن إحنا لابد إن إحنا نكون متحدين ومش منقسمين، عشان لو ما اتحدناش وانقسمنا جه الصليبيين وكونوا 4 إمارات ومملكة، يبقى أنا استفاد منها لازم وحدة ولازم انقسام. إيه هو الأثر الناتج عن ضعف الخلافة العباسية؟ أقول له الأثر الناتج لما ضعفت، هتقول له ظهور القوى المحلية. ظهور القوى المحلية اللي هي القوى المنفصلة، اللي هي قوى الدويلات. يبقى تقول له أدى إلى ضعف الخلافة المركزية واستقلال بلاد تانية زي الشام برضو وزي العراق. السؤال رقم 5 بيقول: تغيرات استراتيجية صلاح الدين الأيوبي من الدفاع للهجوم ضد الصليبيين نتيجة موقف أرناط. أقول لك يا مستر، طيب موقف أرناط قالوا لي كان صلاح الدين في البداية
بيلتزم الهدنه مع ارناط، فاكرين يا عيال؟ ثم قام ارناط امير حسن الكرك بمهاجمه المسلمين، وخد الحجاج المسلمين، قتل من قتل وباع في الاسواق من باع واستولى على تجارتهم. فصلاح الدين بقى قرر ان هو يعمل معركه حطين، واقسم على ان هو يقتل ارناط بيده. طب يلا يا قلب المستر نجيبها من هنا، يلا يا باشا. تقييم الاسبوع السادس، ادي السؤال رقم 4 وادي السؤال رقم 5. خش معايا يا بطل على المجموعه رقم 2، وهي بتقول: يرجع توجيه نور الدين محمود لمصر، او توجه نور الدين محمود لمصر عقب توليه الحكم لاسباب مش منها ايه. يعني ليه اسباب يخرج عنها ايه؟ يعني ايه اللي مش من ضمن الاسباب؟ اكيد مش من ضمن الاسباب دوت تامين عاصمه الخلافه من الصليبيين. ليه؟ هو كان عايز يحكم الحصار عليهم، كان عايز يستغل القضاء، كان في حاله من حالات الانقسام وكان في الاستفاده من موقع مصر، بس هو كان مش عايز يحمي عاصمه الخلافه من الصليبيين. جاء استرداد اماره الرها على يد عماد الدين زنكي. الرها، لان الرها دي دوله داخليه يعني ايه قلب المصر؟ يعني ما عندهاش بحر، فكانت تفتقد الدعم، ان الصليبيين مش عارفين يدخلوا عشان يساعدوها لانها كانت اماره داخليه. اصبح الوجود الصليبي في الشام خطرا على مصر من خلال وجود الصليبيين. فين يا مستر؟ تقول من خلال وجود الصليبيين في مملكه بيت المقدس. اشمعنى؟ لان هي اقرب مملكه الى مصر يا ولاد. انطاكيا في العراق، الرها في العراق برضو، وطرابلس في بلاد الشام، وانطاكيا برضو كانت في بلاد الشام. يبقى اذا الوجود الصليبي في الشام كان خطرا على مصر خلال وجود الصليبيين يا مستر. هتقول لي فين؟ اقول لك في بيت المقدس لانها الاقرب. ما تقييمك؟ يعني ما رايك؟ الاسباب والسياسات الحملات الصليبيه على الشرق الاوسط تديها ايه؟ اقول له بص، من الاخر ان هدفها واحد. الهدف بتاع الحملات الصليبيه ان هو كان هدفها التوسع، وكان هدفها بناء ممتلكات جديدة أو ممالك جديدة. يبقى كانت الأسباب السياسية والأسباب الاقتصادية المحرك الأساسي دي. وخد بالك كان برضو ليها أسباب أخرى دينية، بس هو بيكلمني هنا على السبب السياسي، يبقى التوسع. القاسم المشترك بين عماد زنكي وصلاح الدين، أو هما الاثنين استطاعوا أن هما يعملوا وحدة العالم الإسلامي، يوحدوا جزء من العالم. ده وحد السلاجقة، وده وحد الناس اللي بحجاز والشام ومصر، وهما الاثنين حاربوا ضد الصليبيين. تعال نجيبها لك من هنا علشان تاخدها سكرين وعلشان تتقنها في الإجابة. ما تقييمك؟ السؤال 4 و5 اهوت. يلا بسرعة نروح على بعد كده المجموعة الثالثة، وبتقول: يقول المثل، بيقول ايه؟ نقض الوعد هو الشرك الذي يقع فيه الحمقى. لما تنقض الوعد، اللي انت شرك يعني شبكة، مش شرك يعني اشراك، الذي يقع فيه الحمقى، الناس اللي ما بتفهمش. ينطبق هذا على مين؟ على امير الكرك، هو الذي نقض وعده، وهو الذي نقض صلحه مع صلاح الدين. نجح البابا أوربان الثاني في إثارة ملوك أوروبا ضد العالم الإسلامي. كان مستغلا، أقول على طول مستغلا صراعات بين المسلمين وبعضهم. يبقى أقول له مستغلا الصراعات السياسية والعسكرية، مش سوء الأوضاع ولا الأوضاع الاجتماعية ولا تحالفه مع الفاطميين. نتج عن توقيع صلح الرملة بين المسلمين والصليبيين. لما وقعوا صلح الرملة ايه؟ صلاح الدين كان شاطر في الحرب يقعد صح، وكان شاطر كمان في التفاوض. يبقى هتاخد قدرة صلاح الدين على التفاوض، لانه هو استطاع انه يحتفظ ببيت المقدس تحت إمرة المسلمين. ما تقييمك لشروط صلح الرملة؟ ولا شروط صلح الرملة دي هدنة يعني توقف للحرب، هدنة استراتيجية كده وحقنا للدماء. فالمسلمين احتفظوا ببيت المقدس، الصليبيين احتفظوا بالمدن بتاعتهم. ساهمت الانقسامات السياسية في الشرق إرسال حملات إلى أوروبا. أقولوا عبارة صحيح. ليه؟ لأن لولا الصراع بين العباسيين ما كانت جاءت الحملات الصليبية. يلا يا برنس نجيبهم من هنا كده سريعا. ادي المجموعة الثالثة، وبتقول: ما تقييمك؟ السؤال رقم 4 والسؤال رقم 5. خش يا بطل معانا على النموذج اللي بعد كده، والتقييم للأسبوع السابع، ونسمي الله ونقول: جاء موقف العز بن عبد السلام في الإعداد لجيش معركة عين جالوت ليؤكد على إيه؟ العز بن عبد السلام استعداده لعين جالوت. أقول له بيؤكد على إن هو لابد من الدفاع عن الوطن. اشمعنى؟ لأن الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع. هقول لك إمتى؟ لما راح أمر إن هو يجمعوا الفلوس من المماليك عشان يجهزوا الجيش، وبعد كده لما يجمعوها من المماليك اللي يفيضوا يروحوا ياخدوه من المسلمين، او يستولوا عليه، على يعني ياخذوا بعض من اموال المسلمين لتكوين الجيش. نجح الظاهر بيبرس في هزيمه التحالف ضد المسلمين الذي قام به من
السلاجقة الأتراك. فاكر ياض معركة الأبلستين لما تحالف أبغى خان واستطاع بيبرس إن هو يقضي على هذا التحالف؟ يبقى السلاجقة الإيه؟ الأتراك. تعد أكثر الثمن في تحرير بلاد الشام من الخطر الصليبي. طبعا أكثر دولة استطاعت إن هي تحرره من الخطر الصليبي هو الدولة تحديدا. هقول لك بقى، ناس تقول لك الأيوبية وناس تانية تيجي تختار الدولة المملوكية. طب تعال، أكثر الدول إسهاما في تحرير بلاد الشام من الخطر الصليبي هي أكتر دولة وأكبر معارك دارت ضد الصليبيين، وليكن معركة حطين. طب معركة حطين دي يا مستر؟ قول له على طول هي المعركة التي استردوا فيها بيت المقدس من الصليبيين، يعني هي من الآخر الدولة الأيوبية اللي استطاعت استرداد بيت المقدس. لعبت شجرة دردر بارز في إفشال الحملة الصليبية السبعة. أقول لك ليه؟ لما دارت الأمور بخبرة وبحنكة سياسية. إمتى؟ لما أنت واخد في العربي أخفت خبر وفاتها، ماشي، وبعتت لابنه تورانشا عشان يجي يمسك من الحكم مكانه، فكان لها خبرة سياسية. حدد أوجه الاختلاف بين شروط صلح الرملة وشروط صلح يافا. في اختلاف. صلح الرملة بقى للصليبيين المدن بتاعتهم وبيت المقدس معانا، تمام يا حاج. امال صلح يافا بتاع الملك الكامل اداهم البيت المقدس يا عم الحاج. طب تيجي نجيبها من هنا ازاي يا باشا؟ يلا يا باشا، ادي السؤال رقم 4 المقالي، وادي السؤال رقم 5. خد بعضك وارجع تاني لمذاكرتنا الاساسيه المجموعه الثانيه الاولى. بص الازمه عمل ضروري لمواجهه التحديات التي تطرأ عند مواجهه الاخطار. طيب انا عايز ايه يعني من الكلام ده يا عم المستر؟ من الكلام ده بيقول لك اي التحديات التي واجهت المسلمين وتجلى فيها دور خلية الازمة. طيب بص كده يا باشا، فاكر امتى لما المغول جم هجموا على مصر؟ اقول لك طيب لما المغول هجموا على مصر، قطز شكل حاجة اسمها خلية الأزمة عشان يواجه زحف هولاكو. طب ايه خلية الأزمة دي يا مستر؟ انا مش فاهمها. اللي هو بقى جمع العز بن عبد السلام الشيخ والقادة العسكريين وجمع الأموال وعد الجيش ورفع الروح المعنوية، فدي كده اسمها خلية الأزمة. خلاص كده فهمناها. يبقى ناخد الإجابة بتاعتنا تهديد المغول لمصر. ظهر دور المرأة القيادي في مواجهة الأخطار في عهد المماليك ولا الزنكيين ولا السلاجقة ولا الأيوبيين. المرأة يبقى الأيوبيين. ليه يا عم الحاج؟ أقول لك عشان شجرة الدر، وأنت شايف أفضل منها في إدارة الأزمة. أقول لك لا، يبقى الإجابة هنا تكون شجرة الدر. رقم 3 مستر الشاعر بيقول: وخرت دولة العباس أرضا وأمسى عزها كسرا ذليلا بدجلة ماؤها يجري دماء تناهت بالردى سحقا مريرا. يعني ايه المقولة اللي الشعر ده بيقولها؟ يعني من الاخر يا عم المستر، لكن دولة العباس خرت ارضا يعني سقطت، وبقت يعني بعد العز بقت مكسورة وذليلة بدجلة، نهر دجلة ماؤه يجري دماء بسبب كثرة القتل، وتناهت بالردى سحقا مريرا. في هذه الاحداث يعني بيكلمك بقى ان المغول الحاجات اللي عملوها بنهر دجلة والفرات والقتل اللي عملوه في العراقيين، حتى ان هم قتلوا الخليفه العباسي ذات نفسه المستعصم. يبقى الاجابه هنا هتكون دخول جيوش المغول بغداد. طبعا ملهاش دعوه بالصليبيين ولا العادل ولا الصراع المغولي الصليبي في الشام، ده مالنا ومالها. روح بعد كده على السؤال اللي بعد كده، يقول لك: واجه السلطان منصور قلاوون خطر الصليبيين والمغول مع بعض. يبقى الراجل ده قابل خطر من الصليبيين وقابل خطر من المغول. عايز ايه يعني؟ ايد صحة العبارة. اقول له العبارة دي صحيحة. ليه؟ ان الراجل ده واجه المغول في حمص، ماشي تمام، وهزمهم. طيب وبقيادة الراجل اللي كان اسمه أبغى خان لو انت تفتكر. وفي نفس الوقت واجه الصليبيين واسترد منهم حصن المرقب، ماشي، وبدأ ان هو يمهد لفتح طرابلس وعكا. يبقى اذا واجه الاثنين مع بعض. استنتج الاثر: الحمله الصليبيه السبعه على الشرق. على طول الحمله الصليبيه السبعه الاثر بتاعها ايه؟ سقطت الدوله الايوبيه وقامت دوله جديده اسمها دوله المماليك. يبقى ده الاثر الناتج عن هذه الدوله. طيب تعالى نجيبه يا باشا من مذكرتنا اللذيذه المحلوله بطريقه شيكه كده او طريقه شياكه كده، وعايزك تدعي لي دعوه كل ما تيجي وتستفاد من الكلام ده. لازم تدعي لي على طول. ولو عايز المذكره ما تتكسفش انك تطلبها، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب، امين. تعالى لي بعد كده ونروح على المجموعه الثالثه في هذا النموذج. يقول برضو الشعر، مش عارف لما حبوا الشعر ليه: فالارض ارضي ما حييت ودونها قطع الجماجم مقدرا شبرا لا نضيع ولا نبالي بالخواتم. يعني ايه من الاخر؟ يقول لك الارض دي ارضي طالما انا صاحي وحي، من دونها يعني عشان تيجي تاخدها يا باشا
اقطع الجماجم يعني اقطع راسي بقى ماشي. فيستثنى حاكم الدوله الايوبيه الوحيد اللي ما كانش فارقه له الارض ده، تروح تاخد على طول مين اللي ما كانش فارقه له الارض؟ الكامل يا باشا، الملك الكامل محمد. المستحيل ممكن لو خلصت النوايا وتمت معالجة الأضرار النفسية. المستحيل ممكن في عين جالوت لما المسلمين كانوا مهزومين، واستطاع قطز انه يحول الانتصار او الهزيمة الى انتصار بعد ذلك لما القى خوذته والوى اسلامه. ترتب على موقف شجرة الدر اثناء احداث الحملة الصليبية السبعة. ايه يا مستر؟ فشل الحملة في تحقيق اهدافها. ليه؟ لان شجرة الدر خلت الدولة متماسكة لحين عبد الطوران شاه، وعملت اللي عليها والزياده. السؤال بعد كده بيقول لي اي لعبت طبيعه مصر الجغرافيه دورا هاما في فشل الحمله الصليبيه على مصر؟ قول له ان المصريين استغلوا فيضان نهر النيل وقطعوا الامدادات على الصليبيين وانسحبوا. قلت لك لما دخلت الحمله الصليبيه من هنا كده من الدلتا وفتحوا عليها الترع وغرقوها، يبقى اذا حد الدور الاشرف خليل بن قلاوون وزوال اثر الحملات الصليبيه. اقول لك الراجل ده استرد عكا قشطه ماشي، وهي اخر المعاقل الصليبيه، وبعدها على طول زال الوجود الصليبي تماما من بلاد الشام بعد تقريبا 200 سنه. طب يلا يا مستر نجيبها من مذاكرتنا الجميله عشان عايزين نثبت الفيديو ونكتب بقى يا باشا. ادي السؤال رقم 4 يا باشا، وادي السؤال رقم 5. ارجع تاني واقول لك على النموذج اللي بعد كده ويلا بينا. قيم رقم 9 قلب المستر. انا عارفك تعبت معايا، بس انا والله لو انت تعبت انا تعبت اكتر. لو انت بصيت كده هتلاقي تحت كده في اخر الشاشه انا بصور لك الساعه 3 خلاص، وممكن يكون يعني شويه كده وتسمع صوت الفجر في المايك. فلذلك يا مستر زي ما انا بتعب انت كمان لازم تتعب عشان ربنا يكرمك ونشوفك كده من احسن الناس يا رب، واتمنى لك كل خير، واشوفك دايما منورني ودايما بتتابع فيديوهاتنا عشان ان شاء الله تستفيد وتدعي لي دعوه حلوه اللي انا لسه متمسك بيها لحد دلوقتي. ويلا بينا على التقييم الاسبوع التاسع اللي بيقول المجموعة الأولى يظهر من خلال اختصاصات الوالي في الدولة الإسلامية أنه مثل السلطة هو الوالي، طبعا سلطة تنفيذية لأن الوالي ينفذ القوانين، هو رئيس السلطة التنفيذية يعتبر الوالي. طبعا تمت اول الفتوحات الاسلاميه البحريه في عهد مين يا ولا اول فتح بحري كان في عهد سيدنا عثمان بن عفان، معركه كبيره اسمها ذات الصواري. طيب عثمان بن عفان ده من الخلفاء الراشدين. الجمع بين الوظيفه الدينيه والاقتصاديه في مجتمع صدر الاسلام كان من اختصاصات طبعا الوالي. ايه وظيفه دينيه ووظيفه اقتصاديه، يبقى في صدر الاسلام يعني في بدايه الاسلام ده كان من عهد الوالي، لان الوالي كان صراحه بيعمل كل حاجه. طيب وضع الخلفاء عده شروط هامه لاختيار صاحب الشرطه، او لازم يكون مشهودا له بالنزاهه والعداله والقدره الجسديه والشجاعه والذكاء. كلام كتير حلو قوي تكتبه على قائد الشرطه. السؤال بعد كده بيقول لك بيمارس عدة قوة البحرية خلال عصر المماليك. قال له الراجل ده هو أعاد تطوير البحرية وعمل بناء أسطول جديد وطور صناعة السفن في الفسطاط ودمياط وجعل البحرية أقوى شيء في الدولة الإسلامية. طب أقول لك على حاجة، أنت ما لحقتش تكتب الكلام اللي أنا بقوله، تعالى ثبت الفيديو بقى واكتب الكلام اللي أنت شايفه. آدي يا باشا السؤال رقم 4 وآدي السؤال رقم 5. يلا بينا على المجموعة الثانية واللي بتقول كان او عندما كان يغيب الوالي، لما كان الوالي مش يكون موجود مين اللي من غير ما اكمل يلا صاحب الشرطه على طول. طب ما فيش والي يبقى في صاحب الشرطه، هو نائب الوالي. جاء عمل ديوان الخاتم في الدولة الإسلامية أمرا ضروريا لضمان إيه؟ ضمان السرية طبعا ودقة المعلومات. مش أي حد يكتب حاجة ويبعتها ويقول لك الخليفة اللي كتبها، لا، الخاتم اللي بيختموا بيه الكلام ده الرسائل، فيحفظ السرية ويحفظ دقة المعلومات. السؤال بعد كده بيقول لي اهتم المسلمين شايل العديد من دار السفن. أقول لك تاني برضه في عهد الخلفاء الراشدين سيدنا عثمان بن عفان. حدد مصداقية العبارة، قول لي صادقة أو غير صادقة. العبارة اللي قدام حضرتك دي غير دقيقة وغير صادقة وكاذبة جزئيا. ليه بقى؟ لأن تعد إقامة الحدود وحفظ الدين عامل مشترك لمهمة الولي والديوان. أنا مالي أنا ومال حفظ الدين للديوان؟ ولا يبقى إذن هي من مهام الوالي لكن مش من مهام الديوان. خدش بعد كده على السؤال اللي بعده، ناقش العبارة من خلال دراستك. يعد دور الشرطة مكملا لدور الجيش؟ طبعا دور الشرطة مكمل لدور الجيش. ليه؟ علشان ان الجيش له اهمية دفاعية وبيدافعوا ضد الاخطار الخارجيه وبيامنوا الحدود، بينما الشرطه ديت بتامن داخليا مش بتامن خارجيا. يلا برنس الليالي يا رومانة الميزان يا حب القلب يا روح الروح، وخد السؤال 4 و5 هم تكتبهم وادعي لي دعوه حلوه.
نرجع بسرعه لمذكرتنا اللذيذه. انا عمال اجري وانت بتجري ورايا عشان حاجه واحده بس، عشان احنا بنحل كل النماذج في الفيديو ده، فانا مش عايز الفيديو يطول عليك وعشان مش عايزك تمل، بس انا مصر برضو انك تطلب المذكره مني، هديها لك بنفس راضيه وبطريقه شيك، وهتاخدها بي دي اف تذاكر منها افضل كتير من انك تقعد تسمع الفيديو. السؤال بعد كده بيقول لي المجموعه الثالثه يا مستر بيقول يعد دور صاحب الشرطه مكملا لعمل مين يا ابويا؟ بعمل الوالي. طب صاحب الشرطه بيعمل ايه؟ مش بيحمي الدين ولا بيدير الجيش طبعا ولا حفظ، على طول اقامه الحدود. فصاحب الشرطه دوره مكمل للعمل الولي، ان الوقت بيتم الحكم والراجل ده بينفذ الحكم، ان هو يقطع الايد بقى، يجلد، يعمل اللي يعمله. اصبح التجنيد في الدوله اجباريا اعتبارا من عهد مين يا مستر؟ الخليفه اللي قام بتعريب الدواوين لعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان مش اسس الدوله ولا وافق ولا انشا الاسطول، امال قام بتعريب الدواوين. ليه الناس بدات تهمل الجيش وما تخشش فيه؟ ارتبط نشاه الاسطول الاسلامي بمواجهه الخطر، ان هو اي خطر يجي لك من البحر المتوسط. طب مين اللي كان بيجي لك من البحر المتوسط؟ روما، اللي هي اسمها الدوله البيزنطيه، على طول يبقى تاخد الدوله البيزنطيه مش شعوب البحر المتوسط. يعد عمر بن الخطاب صاحب فكر متقدم. من اين لك هذا ومن اين لك هذا؟ طبعا الراجل ده كان بيحاسب الولاه. خلاص، فاكرين انتوا لما كنت بشرح لكم في السنتر اقول لك لما كان بيقدم اقرار ذمه ماليه للوالي؟ فاكرين لما يعني امير من الامراء اعطاه حاجه كده، قطعه من الحلوى، فهو ردها وقال له انه ليس من مالك ولا من مال امك ولا من مال ابيك او من كدك او من كد ابيك، لما اداله قطعه من الخبيث اللي هي الحلوى. الراجل ده كان بيحاسب الولاه على طول. من اين لك هذا؟ حدد الاثر الناتج عن دور الاسطول البحري في عهد الدوله الايوبيه يا مستر. هقول له الاسطول البحري له دور في عهد الدوله الايوبيه، ان هو كان بيحمي سواحل الدوله الايوبيه، وخاصه في عهد صلاح الدين الايوبي. تعالى يا حبيب قلبي، بص كده، ادي السؤالين اجابتهم سؤال 4 والسؤال 5. خد بعضك وكمل المذكرة يا مستر، وانزل على اللي بعد كده على تقييم الاسبوع العاشر. ولو انت فاضل لحد هنا فانت بطل الابطال، ماي هيرو. يلا نكمل. تطبيق الاسبوع بيقول لك يستثنى يعني ايه مش من مناطق صناعة الاساطيل البحرية في الدولة الاسلامية. مين بقى اللي ما كانتش تنفع تصنع اساطيل في هذه الدوله؟ اكيد مكه يا عم. الاسطول ده عايز بحر، طب دي بحر صح ودي بحر صح ودي بالقرب من البحر برضو، امال مكه ده في قلب الصحراء تصنع اسطول وهيمشي في الرمل يعني؟ اكيد لا، مستحيل طبعا. ايا من الدواوين الاتيه ارتبط انشاؤه بتنظيم امور الدوله الاسلاميه وخصوصا الامور الاقتصاديه. اقول له على طول الامور الاقتصاديه ديوان العطاء، ديوان الخاتم، امور الدوله الاداريه ماشي والاقتصاديه. السؤال بعد كده الجمع بين الوظائف الدينيه في مجتمع صدر الاسلام. طبعا الوالي كان بياخد كل حاجه، الوالي كان بيعمل كل حاجه، الوالي كان هو اللي بيقوم بإمامة النص في الصلاه ويشرف على الخراج والزكاه والاعطيات، وكان بينوب على الخليفه. يعني تقريبا كده كان بيعمل كل حاجه. ولما يجي يقول لك عدم الفصل بين السلطات، اقول له في صدر الاسلام ما كانش في عدم فصل بين السلطات. اي صحه العباره وضع الخليفه عده شروط هامه لاختيار صاحب الشرطه. ايه شروط الخليفه في اختيار صاحب الشرطه؟ قول له يا مستر ليها شروط متعدده جدا وشروط كبيره جدا. اللي هي يا مستر ايه؟ هتقول لي هذا الرجل كان يعني من الاخر مش بيدوها لاي حد، كان لازم يتميز بعده شروط زي النزاهه، زي الشجاعه، الاقدام، الحزم، محاسبه الجناه، فقيها، عالما. فكل ده شويه شروط لصاحب الشرطه. طب اقول لك على حاجه، خدها من هنا يلا وريحني وريح اعصابك يا برنس. ادي السؤال رقم 4 وادي السؤال رقم 3 اهي من اول هنا لحد هنا. المجموعة الثانية وبتقول بدأ المسلمون في إنشاء دورا، جمع كلمة دار، لصناعة السفن في عهد مين يا مستر؟ أقول لك على طول في عهد عثمان بن عفان. طب عثمان بن عفان فين يا مستر؟ أقول لك في الخلفاء الراشدين. اختص ببعض مهام السلطة التشريعية في مجتمع صدر الإسلام برضه بالوالي. يا أبويا أنا كل حاجة الوالي يا مستر. يستثنى من الواجبات المنوط بها صاحب الشرطة. هو مش كان بيشرف على الحسبة، لأن اللي بيشرف على الحسبة واحد اسمه المحتسب، لكن هو بيأمن الخلفاء صح وبيحفظ الأمر وبيوطد، يبقى الإشراف على الحسبة مش منه. طيب السؤال اللي بعد كده ناقش عبارة عن دور الشرطة مكملا لدور الجيش. ليه؟ الجيش يا باشا بيوفر الأمن الخارجي بينما الشرطة بتوفر الأمن الداخلي. انزل بعد كده على المجموعة الثالثة وبتقول ساعد تعريب الدواوين بطريقة غير مباشرة. بطريقة غير مباشرة. مين بقى اللي عربها؟ عبد الملك بن مروان. تمام.
لما عربها ايه اللي حصل؟ اللي نشر اللغه العربيه، لان اصبحت الدواوين بعد ما كانت بتتكتب بالفارسيه بتتكتب باللغه العربيه. ارتبط نشاه الاسطول الاسلامي بمواجهه المسلمين لخطر مين؟ اقول لك يا برنس، خطر الدوله البيزنطيه، وللمره العاشره تقريبا. الاسئله بتتكرر بس بالصياغه بتختلف. خد بعضك يستثنى من اهداف انشاء الخليفه عمر بن الخطاب الدواوين. اكيد الديوان مش هيقيم الحدود، امال الديوان هيراقب الوالي وهينظم اقتصادي وهينظم عسكري، بس مش هيراقب الحدود، يبقى دي اللي يستثنى منه. طيب حدد الاثر الناتج عن جهود الدوله المملوكيه في الاهتمام بالقوى البحريه. يلا عد معايا. استطاعت انها تسيطر على سواحل مصر والشام، استطاعت انها تصفي الوجود الصليبي في المناطق الساحليه، استطاعت ان هي تحمي الشرق الاسلامي من هجمات القراصنه. يبقى كل ده انت ممكن تكتبه. طب نجيبه من هنا منين؟ هو يا مستر، والسؤال موجود في هذه الجزئيه. ده اثر الناتج عن واهتمامه بالقوى البحريه قدام حضرتك اهو. يلا بسرعه يا بطل الابطال يا قلب القلب، نخش على النموذج الحادي عشر او تقييمات الاسبوع ال11. واقسم بالله العظيم انت لو صبرت لهنا فانت بطل الابطال. اتمنى منك ما تنسانيش بلايكك الجميل علشان ده بينفعني، واتمنى منك تدعي لي دعوه حلوه من قلبك، واتمنى انك ما تتكسفش انك تطلب المذكره. يلا بينا الاسبوع ال11 والسؤال الاول. اما اهداف النظام الاقتصادي في الاسلام، هقول لك بص، النظام الاقتصادي في الاسلام كان ليه هدف واحد، ان هو يظبط الناس، يعني يوفر لهم حياه كريمه. هتقول لي الجمع بين رقابه الضمير والعداله، هو عشان يوفر حياه كريمه للناس، فكان هدف النظام الاقتصادي توفير ومنعهم من العوز ومنعهم من الاحتياج واشباع حياتهم وكرامتهم. السؤال اللي بعد كده، يستثنى من العلاقه بين بيت المال العام وبيت مال الولايات. اكيد يستثنى منه النديه. يعني ايه؟ وكان في تواصل ما بينهم وفي تكامل وفي مشاركه. هو الدليل ان كان بيت اللي يفيض من بيت المال في هنا التانيين بياخدوه، صح ولا مش صح؟ يبقى اذا يستثنى منه، مش منه نديه، ما كانش ندي يعني. طيب ايه نديه؟ اللي هو ايه، صراع بقى وكده، لا ما كانش موجود. ظهر تطبيق نظام اللامركزيه للنظام الاقتصادي في الدوله الاسلاميه الذي بدا منذ مين؟ لا مركزي، امير المؤمنين عمر بن الخطاب. ليه؟ لان امير المؤمنين انشا نظام لا مركزي، نظام امارات، نظام ولايات، نظام بيت مال، كل ده كان لا مركزي. مصر يعني ايه لا مركزي؟ يعني لا يخضع للسيطره المباشره للخليفه، في واحد بينوب عن الخليفه في هذا العمل. طيب السؤال اللي بعد كده، واللي يرجع لفضل العصر الخلفاء الراشدين تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. اقول لك خد بالك، اللي طبق مبدأ الفصل بين السلطات هو الخليفة عمر بن الخطاب. طيب التانيين ما طبقوش هذا المبدأ ليه؟ لما عين قضاة مستقلين، لما عين والي مستقل، لما عين بيت مال وامير بيت المال مستقل. حدد الاثر الناتج عن هيكلة الخليفة عمر بن عبد العزيز لبيت المال. عمر بن عبد العزيز اعاد هيكلة بيت المال يا مستر، فنتج عنه وفرة كبيرة في الاموال، القضاء على الفقر، رد الاموال الى اصحابها. يبقى كل الحاجات دي ممكن تكتبها. طب تعالى اما اقول لك تكتبها ازاي يا باشا. يلا كده وقف الفيديو زي الجميل واكتب من هنا. السؤال اللي بعد كده والمجموعة التانية بيقول لي: يدل زيادة الخراج ونقصانه في الدولة الإسلامية على العدالة يا باشا. ليه؟ ما هو لما المية تزيد والدنيا تبقى حلوة هنزود الخراج، طب لما المية تقل والدنيا تبقى وحشة هننقص الخراج، يبقى يدل على تحقيق العدالة. اعتمد بيت المال في الدولة الإسلامية على مصادر سنوية أخرى ثابتة. اعتمد على مصدر سنوي ومصدر ثابت، اللي هي مستر اللي هي الخراج والعشور. يبقى الخراج والعشور ده كان مصدر سنوي واخر مصدر ثابت. تميز فرائض الاسلام من خلال النظام المالي بتحقيق ايه؟ على طول هتقولي تحقيق التكافل الاجتماعي، تحقيق العدل والمساواة، الانفاق المجتمعي. لا يا باشا، بص كده، الاثنين دول هما الاثنين كانوا بيحققوا التكافل الاجتماعي. ليه تكافل اجتماعي؟ عشان الزكاة، الغني بيدي الفقير وهكذا. طيب اللي بعديها يقول لك: حدد مصداقية العبارة. عجزت الدولة الإسلامية عن مبدأ المساواة عند جمع الخراج. عجزت عن مبدأ المساواة عند جمع الخراج يا مستر. طيب عايز العبارة دي صديقة ولا غير صديقة؟ أقول لا يا باشا أنت كذاب، العبارة دي غير صديقة. طب غير صديقة ليه يا مستر؟ لأن الدولة الإسلامية تعمدت عدم المساواة الحسابية عشان تحقق عدالة يا باشا. ليه؟ ما هي انا عندي لو ارض مش كويسة وفي ارض كويسة، ينفع الارضين يدفعوا زي بعض؟ اقول لك لا طبعا. فكان بياخد من الارض دي قدر من الخراج وياخد من الارض التانية قدر اخر من الخراج. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: الدروس المستفادة من المواريث الحشرية. هتقول: الحفاظ على اموال المسلمين التي لا وارث لها. ليه؟ لان المواريث الحشرية هي الارض التي مات صاحبها ولا وارث لها. والسؤالين موجودين هم يا حبيب قلب الغالي، انقلهم براحتك ويلا بينا نرجع لمذاكرتنا تاني. السؤال اللي بعد كده والمجموعة الثالثة اللي بتقول: أرض الخراج لا تورث. ماشي يا باشا. والجزية والغنائم، وجه الشبه بين كل دول. أقول لك إن هم كل دول ليسوا من مستحدثات الإسلام.
الجزية ليست من مستحدثات الإسلام، والغنائم من قبل الإسلام، وأرض الخراج لا تورث برضه من قبل الإسلام. خصصت الدولة الإسلامية جزءا من موردها للجنود وتسليحهم، وظهر ذلك في الجزية والغنيمة، ان هم كانوا بيدوا الجزيه والغنيمه للناس، علشان فاكرين انتوا لما كنا بنقول يوزع 4 أخماس على المحاربين، ديت مين؟ ديت الغنيمه. يبقى كانت بتترد ليهم تاني. اهم موارد بيت المال والتي حققت اهدافا دينيه، طبعا اهم مورد ديني يبقى الزكاه. ليه؟ عشان يساوي بين الناس، كلهم يكونوا زي بعض وبنفس المستوى وبنفس القدر من الأموال. فلما نيجي نتكلم كده، حدد مصداقية العبارة. خضعت كل الأراضي في الدولة العباسية لضريبة الخراج؟ أقول لك غير صادق. مش كل الأراضي عليها خراج. ليه؟ لأن هناك أرض عشرية، والأرض العشرية كان يدفع زكاة عليها. ليه؟ لأن الأرض الإسلامية كان بيدفع عشر المحصول كزكاة. السؤال اللي بعد كده يقول لك حاجة الخلفاء لفصل الأموال داخل بيت المال بما تفسر. هتقول لي علشان ضمان صرف كل جنيه يدخل بيت المال في الموضع المحدد ليه. فالزكاة لا تصرف يعني إلا للثمان أصناف اللي القرآن ذكرهم والخراج وكذلك. إذا يا أستاذ الإجابة بتاعتك هتكون في هذه الجزئية السؤال رقم 4 والسؤال رقم 5. وكده يا حبيب قلبي الغالي يبقى خلصنا مع بعض النموذج والتقييم رقم 11، وخلصنا مع بعض المراجعة، وفي انتظار ان شاء الله قريبا جدا الفيديو اللي يجي يحل لك كتاب المدرسة كده، علشان يبقى جمعنا كل حاجة مع بعضها البعض وما سيبناش حاجة. وانا بتمنى منك دعوة حلوة، وبتمنى منك تكتب لي في الكومنتات تحت عايز المذكرة، هبعتها لك وابعت لك الرابط بتاعها. صدقني صدقني انا عاملها لوجه الله سبحانه وتعالى، وتنشرها بين اصدقائك تاخد اجرها وتديني برضو اجرها. وباذن الله باذن الله اوعدكم ان هي ما تخرجش منها الامتحان. وما تنساش تقول شعارنا انك مع القيصر هتقدر تسيطر، وتذاكر من الخلاصة في الكراسة. اشوفكم على خير.